أعقاب هذه الفاجعة الأليمة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يضمد الجراح ويواسي ويعزي في أجل صورة لتلاحم العرش بالشعب، أساسها حب متبادل وعروة وثقى وبيعة مباركة جمعت منذ قرون بين سلاطين علويين أشراف وبين الشعب المغربي، رباط مقدس يقوم على عهد متبادل راسخ ومتجدد. وفي هذه الأيام العصيبة لنا في أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله خير أسوة وأرفع مثال في المبادرة في طريق الخير لتفريج الكربة وإغاثة من حاق بهم هذا المصاب الجلل. وها هو اليوم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بين أفراد شعبه الوفي، والحناجر تلهج بدوام الصحة لجلالة الملك والدعاء له بالنصر والتمكين في المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش للتفقد والاطمئنان على حالة المصابين جراء الزلزال العنيف. في حالة الكوارث الطبيعية تتجلى القيم الإنسانية في معانيها السامية والنبيلة، وهي مكسب للتعايش والإسامة والحث على تقوية قيم التآخي والتضامن بين الناس، وتلك هي قيم المغاربة منذ زمن بعيد، قيم تغذيها قيادة رشيدة ورؤية متبصرة لصاحب الجلالة تحقيق الإنجازات الملموسة في مختلف المجالات بنظرة استشرافية وحس قيادي متفرد مصغ لنبض الشعب ومتفاعل معه. جعلت حكمة وحنكة جلالة الملك المغرب نموذجا فريدا على المستوى الإقليمي والقاري يخطو بخطى راسينة ثابتة في مسيرة التقدم والنماء. فمنذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عرش أسلافه المنعمين بصم على عهد جديد ومتجدد سمته الأساسية التفاعل والتكامل مع شعبه الوفي. وها هو العاهد الكريم بعطف أبوي سابغ يواسي شعبه ويزور المصابين دعما لهم متخففا من وطأة الفاج أسلافه المنعمين. يواصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بناء مغرب متضامن ومستقر ومزدهر، واضعا الإنسان في قلب السياسات والاستراتيجيات، كما يحافظ نصره الله بذلك على قيم لطالما ميزت المجتمع المغربي، قيم التآزر والتضامن لتوفير أسباب الطمأنينة والعيش الكريم الذي يغني عن السؤال ويسد حاجة المحتاجين. فقد جعل رعاية مولوية موصولة وتتبع ميداني للحالة الصحية للمصابين ينم عن الحس التضامني النبيل المشبع بالقيم الإنسانية والخصال الرفيعة التي يحث عليها ديننا الحنيف. ويعطي جلالة الملك حفظه الله من خلال هذه الزيارة للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش القدوة الحسنة لتكريس قيم التضامن والتآزر والتعاون. وجلالته يسارع إلى كل مبرة تقوي روح المواطنة وتغذي حالة التعبئة الشاملة التي تحتاجها البلاد كلما ألمت بها أوقات عصيبة. ذلك هو المغرب المتضامن من طنجة إلى الجويرة بقيادة الحكيمة متبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.